السلام عليكم، مساء الخير. كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. بدي اليوم هيكون عن قطايف محشية بالقشطة، قشطة منزلية اقتصادية، والقطايف نفسها لذيذة جدا، محتاجينها في رمضان ده، لازم تجربوها. يلا نشوف طريقة تحضيرها. في الخلاط هضيف نص كوباية كبيرة من السميد وكوبايتين كبيرة من الدقيق وملعقتين كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وربع الملعقة بيكنج صودا. آخر حاجة هحتاج ل4 كوبايات كبيرة من الحليب الدافي، لازم يكون دافي. هنخلطهم كويس جدا مع بعض، وبعد ما خلطناهم القوام هيكون سائل شوية. هنغطي الخلاطة تاني نخليها ربع ساعة لغاية ما يتقل معانا الخليط. نجهز القشطة في حلة، هضيف كوبايتين من الحليب و4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة وملعقتين كبيرة من السكر. هقلبهم، أنا لسه ما فتحت النار، هقلبهم كويس مع بعض لغاية ما يختفي النشا والسكر. بعد كده هنشغل النار وتقليب مستمر لغاية ما يتقل معايا الخليط بالشكل ده. أول ما يتقل معايا هطفي النار، هضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة من الزبدة وعلبة قشطة صغيرة عشان بس تعزز لنا الطعم. واحنا طافين النار طبعا. بعد كده هنقلب كويس جدا لغاية ما تدوب الحاجات دي مع بعض، وكده القشطة بتاعتنا جاهزة. نرجع للقطايف بتاعتنا، نعبيها في علبة زي بتاعت الصوص كده او الكاتشب ونشكلها بالطريقة دي. نحاول نخلي كل المقاسات بتاعتها واحدة. هنخليها تتحمر من تحت وتجيف من فوق لغاية ما تظهر معانا فتحات بالطريقة دي وتكون جافة تماما. هي كده معناتها استوت معانا. ده شكلها من فوق وده شكلها من تحت. كده جاهزة معانا القطايف. بس أهم حاجة لازم نغطيها أول ما نطلعها من النار. شايفين الكمية كبيرة ما شاء الله، عشان احنا غطيناها هتكون لينة، عشان لازم تكون لينة عشان تتشكل معانا كويس بعدين. دي القشطة بتاعتنا، ملعقة صغيرة من القشطة في القطايف ونقفلها كويس، ونتأكد انه احنا قفلناها كويس عشان القشطة بعدين ما تطلع معانا في الزيت عند القلي. وحتى كمية القشطة اللي احنا هنحشيها تكون شوية ما تكون كتير عشان ما تطلع من ببر القطايف. بكده لغاية ما نكمل كل الكمية، وبعد كده هنقليها في زيت وسط. نقليها ونقلبها لغاية ما تاخد لون التحمير. بس أهم حاجة زي ما قلت لكم، القطايف بعد ما نعملها نغطيها عشان تكون لينة، ولما نجي نحشيها نقفلها كويس عشان القشطة ما تطلع معانا في الزيت. ده لون التحمير المناسب. بعد كده نطلعها ونكمل الكمية الباقية. أول ما تطلع من النار هتتسقى بشيرة أو عسل زي ما أنا عملت كده. ده عسل السكر اللي أنا عملته معاكم الأسبوع اللي فات، هسيب لكم رابط الفيديو بتاعه في صندوق الوصف. وكده قطايفنا جاهزة والفيديو بتاعنا انتهى. مع السلامة، في أمان الله.